سارة. بالليل بعد سهر طويل في حفلة لعيد ميلاد، سارة كانت مروحة هي وابنها إندي على البيت، وده بعد احتفال طويل لعيد ميلاد كان عامله أحد أصدقاء المقربين ليها. لكن وهم في طريقهم بالعربية الجو اتقلب فجأة وبدأت الدنيا تمطر، وبعد شوية من الوقت المطر بدأ يزيد بشدة لحد ما فجأة وقع فرع شجرة كبير وسد الطريق عليهم. سارة ما كانتش عارفة لو ممكن يكون في طريق تاني في المكان ده ولا لأ تقدر إنها تمشي منه وتوصل للبيت، وده خلاها في حيرة وما كانتش عارفة تتصرف ازاي، خصوصا إن ابنها كان تعبان جدا ومرهق من تعب طول اليوم في الحفلة اللي كانوا موجودين فيها، لحد ما لاحظت بوجود لقصر ضخم جدا كان بالقرب منهم. القصر كان كبير وكل غرفة كانت منورة، علشان كده سارة ما فكرتش كتير وقررت تاخد ابنها ويطلبوا من أصحاب القصر استضافتهم لفترة لحد الجو ما يهدى والعواصف والمطر تقف. ولما وصلوا لباب القصر فضلت سارة ترن الجرس على أمل إن حد من أصحاب القصر يفتح، لكن محدش فتح. وقبل ما تمل سارة من الخبط وتفكر إنها ترجع للعربية فجأة باب القصر فتح لوحده. الأم وابنها دخلوا القصر واتفاجئت لما فضلت تنادي لو في حد ممكن يكون موجود، لكن القصر كله كان مليء الصمت والهدوء المخيف. ما كانوش سامعين غير صوت المطر وهو عمال يخبط في جدران الحيط والشبابيك. اضطرت سارة تاخد ابنها إندي وتطلع على الطابق التاني ودخلته غرفة من الغرف علشان يرتاح وينام شوية من تعب الطريق، وسابته ونزلت للطابق الأرضي علشان تروح المطبخ تدور على مية تشربها. وعلى الرغم من إن إندي كان تعبان وعاوز ينام، لكنه كان حاسس بالخوف والقلق من المكان. لكن بعد لحظات بدأ يسمع صوت لحد بيهمس وبينادي باسمه: إندي إندي. الصوت كان جاي من ناحية الدولاب اللي كان موجود في الأوضة. إندي كان مستغرب من الصوت. إندي إندي. قام من مكانه وهو عمال بيبص حواليه في كل مكان في الأوضة. بعدها سمع الصوت مرة تانية كان عمال بينادي باسمه. في نفس اللحظة سارة كانت وصلت لأوضة الجلوس اللي كانت موجودة في الدور الأرضي، ولاحظت بوجود كرسي هزاز قديم كان موجود في ركن في الأوضة. فرحت سارة بيه جدا وراحت وقعدت عليه وهي عمالة بتشرب من المية اللي كانت في ايديها، لحد ما فجأة حصلت حاجة وقفت الدم في عروقها. الكرسي كان عمال بيتمرجح لوحده وكأن حد ماسكه وعمال بيحركه بشدة، لدرجة ان كوباية المية اللي في ايدين سارة وقعت على الأرض وانكسرت. حاولت تقوم من على الكرسي لكنها معرفتش، لأن الكرسي اتحرك حركة جامدة وفضل ماشي بيها لحد ما مرة واحدة وقف الكرسي ووقعت سارة على الأرض جنب تمثال كبير كان مصنوع من الحديد. حاولت سارة تمسك فيه وتساعد روحها علشان تقوم، لكن أول ما قامت لاحظت حاجة غريبة حصلت. راس التمثال مرة واحدة اتحركت وبصت ناحيتها. صرخت سارة بصوت عالي وطلعت تجري على الطابق التاني علشان تاخد ابنها وتمشي من المكان المرعب ده بسرعة. وقتها إندي كان باصص ناحية الدولاب وهو مرعوب وقلبه عمال بيدق من الخوف بسبب الأصوات اللي كان سامعها خارجة من الدولاب. قام وراح ناحيته، لكن وهو ماشي في طريقه عينه بصت على المراية اللي موجودة في الأوضة. أخد باله من وجود الانعكاس لواحدة ست واقفة وراه، ولما بص وراه وحواليه في كل مكان ملقاش أي حد نهائي. رجع يبص مرة تانية ناحية المراية، لكن شاف مشهد مرعب جدا. شاف واحدة ست
عيونها مجوفة وكان خارج منهم نور لونه أزرق وكأنها شيطانة أو كائن من عالم الجن. في اللحظة دي إندي رجع بظهره لورا من الخوف، جسمه كله كان بيترعش. وفي اللحظة دي صرخت الست دي بصوت عالي وبدأت ترمي عليه سكاكين ضخمة جدا وحامية، لكن إندي قدر يتفاداها ووقع على الأرض بسرعة لدرجة إن سكينة منهم خبطت في المراية وكسرتها. المشهد كان مرعب جدا. وفي نفس اللحظة كانت وصلت سارة للأوضة، لكنها فوجئت لما شافت ابنها واقع على الأرض وهو مرعوب وحواليه إزاز المراية اللي اتكسر في كل مكان. ومفيش لحظات وبدأت تسمع نفس الصوت اللي كان بيهمس وجاي من ناحية الدولاب، بس المرة دي كان بينادي باسمها هي، سارة سارة. سارة ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل معاها لدرجة إنها كانت بتاخد نفسها بصعوبة وحاسة إنها في كابوس مرعب، وما كانتش تعرف إن ممكن دي تكون آخر ليلة ليها هي وابنها في الدنيا. استجمعت كل قوتها وراحت ناحية الدولاب علشان تفتحه، لكن لما فتحته شافت منظر خلى جسمها كله يتنفض من الخوف. ومفيش عقل ممكن يتحمله، وده لما شافت جسم راجل لابس بدلة سودا ومن غير راس، ماسك في ايده صندوق جواه راس لمخلوق مرعب. في اللحظة دي سارة أدركت إنها لازم تهرب من المكان بسرعة. أخدت ابنها وطلعت تجري في ممر الطابق التاني، وكانت في طريقها للسلم، لكن قبل ما توصل فجأة بدأ البيت كله يتهز وانشق الممر لنصين، وانفصلت سارة عن ابنها. النص الأولاني كان واقف عليه ابنها إندي وهو في حالة من الذهول، والنص التاني كانت واقعة عليه أمه. وبمجرد ما وقف إندي على رجليه شاف أمه وهي بتترفع لفوق، والممر انقلب بيها مرة واحدة ووقعت سارة تحت الأنقاض. وآخر حاجة سمعها واختفى كان صوت صراخ أمه. إندي كان مذهول من هول المشهد ومش قادر يستوعب إن خلاص أمه ماتت، لكنه حاول يستجمع شجاعته وراح ناحية السلم وبدأ ينزل من عليه، لكن فجأة السلم اترفع في الهواء ورجعوا مكان الممر مرة تانية وحدفوا على الأرض. وفي اللحظة دي ظهر لي نفس جسم الراجل اللي كان من غير راس، كان واقف وراه، لكن المرة دي خرج من الصندوق اللي في ايده نور قوي، والراس اللي كانت في الصندوق بقت راكبة على جسمه. إندي كان عمال بيصرخ من الخوف، وبدأت كل الأرواح المحبوسة داخل القصر تخرج وتلتف حوالين إندي لدرجة إنهم حاصروه من كل اتجاه. أنوار القصر كلها كانت بتنور وتطفي. في النهاية ما قدرش إندي إنه ينقذ نفسه من كل الأشباح اللي موجودة داخل القصر، واللي كانوا السبب في نهايته وموته هو وأمه. وفضلت روح سارة وإندي متعلقة داخل القصر لحد النهاردة، زي آلاف الأشباح اللي دخلت القصر قبلهم واتحبسوا جوه لحد ما ماتوا. لكن يفضل هنا أسئلة كتير. يا ترى مين هي شبح الست اللي ظهرت في المراية، وإيه حكايتها، ومين الراجل اللي من غير راس؟ لكن ما كانش فيه أي إجابة غير إن القصر الملعون ده كان سبب في نهاية وموت كل اللي يدخله. لو وصلت لحد هنا تبقى بطل من أبطال قناة رعب مع موها. ما تنساش تعمل لايك للقصة واشتراك في القناة، شجعونا نكمل في تنزيل القصص اللي بتحبوها. ودلوقتي يلا ندخل على القصة التانية. قصر قديم ومهجور من مئات السنين. القصة اللي بحكي عنها عن صاحبة القصر واللي كانت ساحرة
وبتقتل الخدامين اللي كانوا بيشتغلوا في القصر، وده عن طريق إنها تقطع راسهم. أي حد كان بيفكر يروح القصر ده علشان يشتغل كان بيختفي من وقتها بعد شهر واحد. لما السكان اللي كانوا عايشين بالقرب من القصر قدروا يتأكدوا من حقيقة القصة دي، ولعوا نار في القصر وحرقوه كله. مصطفى قرر إنه يروح هناك علشان ياخد بعض اللقطات للصور من جوه القصر، ووصل فعلا هناك بالليل. ولما دخل القصر من جوه الدنيا كانت ضلمة جدا والقصر كان متدمر نهائي. مصطفى شغل الكاميرا بتاعته وبدأ يتجول في كل مكان في القصر، لحد ما فجأة حس بحاجة خبطت في راسه. بص يمين وشمال لكن ما لقاش أي حاجة حواليه. فضل مكمل في التصوير لكن ما كانش لحق يمشي كام خطوة. المرة دي حس بحاجة خبطت في ايده ووقعت الكاميرا على الأرض. فتح كشاف الموبايل، وقتها لاحظ وجود لخفافيش معششة في المكان، والحيطان كلها متغطية بخيوط العنكبوت، وصور قديمة كانت متعلقة على الجدران واللي كان من ضمنها صورة الساحرة. مصطفى رجع أخد الكاميرا من على الأرض وبدأ يصور اللي شايفه، ولكن المرة التالتة رجع يحس بخبطة وكانت قوية على وشه خلته يقع على الأرض. وهنا أخد باله من الفيديو اللي في الكاميرا، كان شايف رؤوس مقطوعة كانت عمالة تتحرك قدام الكاميرا وعمالين يهمسوا الجملة هو مش قادر إنه يسمعها كويس. وفضل يركز أكتر ويحاول يفهم الرؤوس دي بتقول إيه. لقاهم بيكرروا جملة واحدة بس وهي اهرب من هنا. وبدأ يظهر على الأرض جثث لناس ميتة وراسهم مقطوعة. مصطفى كان مصمم يخلص اللي هو جه لحد هنا علشانه. فضل يكمل تصوير لكن الغريب إنه في الحقيقة ما كانش شايف أي حاجة من اللي شايفها في الفيديو اللي كان مصوره، لكن جوه الكاميرا كان شايف رؤوس عمالة بتجري وهي بتحاول تحذره وبتقوله لحد ما ظهرت الساحرة في نص الفيديو. شكلها كان مخيف وبتبتسم ابتسامة مرعبة. وهنا مصطفى حس بالرعب، طلع يجري علشان يهرب بره القصر لحد ما فجأة الساحرة ظهرت من وراه وكتفته. كان بيحاول يجري لكن ما كانش عارف، هي شلت حركته تماما، لكن لآخر لحظة عرف يتصرف وقدر يتخلص منها. ركب عربيته وجري بيها بسرعة كبيرة بعيد عن القصر، لكن وهو سايق بص في المراية وقتها شاف الساحرة وهي قاعدة على الكرسي اللي وراه. وقتها مصطفى فقد السيطرة على العربية لحد ما جت مقطورة كبيرة وخبطته. ولما البوليس جه يحقق في الحادثة اللي حصلت على الطريق شافوا كاميرا الفيديو، لكن المفاجأة إن ما كانش في أي حد تاني في الفيديو غير مصطفى. كان بيصرخ وبيكلم نفسه زي المجنون وبيقول اهرب اهرب من هنا بسرعة. هل في يوم سألت نفسك في مرة لو كانت الألعاب اللي بنلعب بيها يوميا ممكن يكون وراها سر مخيف يتسبب في موتك؟ ناس كتير ممكن ما يصدقوش القصة اللي هحكيها دلوقتي لأنها تبان كأنها قصة متألفة من وحي خيالي، لكن للأسف القصة حقيقية وحصلت معايا بالفعل. أنا حبيبة عندي 25 سنة، بشتغل في شركة تسويق كبيرة، عايشة في شقة في الدور الثالث لمبنى من الطراز القديم. افتكرت حادث حصل معايا زمان، كان عمري وقتها 12 سنة. حصل لي حادث أليم عمري ما نسيته لحد النهاردة. والدي وقتها كان لسه شاري البيت ده وانتقلنا كلنا للبيت الجديد علشان نعيش فيه. ولكن أول ما دخلت البيت رحت على أوضتي الجديدة واللي كانت مليانة بالألعاب الجميلة، لكن من وسط كل الألعاب الموجودة شد انتباهي لعبة على شكل قرد صغير كان في إيده عصاية وطبلة
وبالرغم من عيون القرد اللي كان شكلها مخيف ونظراته الحادة، لكن انبهرت بجمال اللعبة دي بالذات. ومن فرحتي بيها اعتقدت ان بابا جابها لي وحطها في الأوضة علشان يفاجئني بيها. أخدتها وجريت على بابا علشان أشكره على لعبة القرد، وبوسته وحضنته جامد. بابا كان مش فاهم حاجة، ونظراته للعبة كأنه كان مستغرب من وجودها وأول مرة يشوفها. كان لسه عاوز يقولي حاجة، لكن افتكر ان لسه وراهم شغل كتير في نقل العفش للبيت الجديد، علشان كده تجاهل كلامي وطلب مني اني ادخل اوضتي واكمل لعب لحد ما يخلصوا الشغل اللي وراهم. وفعلا دخلت اوضتي وبدأت العب، لكن لاحظت بوجود مفتاح في جنب اللعبة. ولما لفيت المفتاح اكتر من مرة لاحظت ان القرد ما كانش بيعمل اي صوت او حركة على الطبلة. اعتقدت وقتها ان ممكن يكون المفتاح بايظ. سبت القرد مكانه واخدت لعبة تانية من على الرف وفضلت العب بيها، ونسيت لعبة القرد خالص لحد ما جه الليل ودخلت سريري انام. لكن حصلت حاجة غريبة صحتني من النوم مفزوعة، وده لما صحيت على صوت الطبلة بتاعت لعبة القرد. كانت بتطبل وبتعزف لوحدها. فضلت بصة للعبة باستغراب، كنت خايفة لحد ما غلبني النوم. نمت وصحيت تاني يوم، بس للأسف صحيت على أكبر كارثة حصلت في حياتي كلها. وده لما شفت بابا وهو واقع في الأرض ميت، وماما كانت عمالة بتبكي وهي بتقولي إن بابا جاتله نوبة قلبية حادة اتسببت في وفاته. كل جيرانها كانوا في حالة ذهول. ازاي راجل عمره 35 سنة ولسه في ريعان شبابه يموت فجأة كده بنوبة قلبية حادة؟ لكن وقتها كنت صغيرة ومش فاهمة ولا مدركة يعني ايه بابا خلاص مات ومش هشوفه مرة تانية. ومن غير ما احس لقيت نفسي رايحة مرة تانية ناحية اوضتي، وانا عيوني متجهة ناحية الهدية اللي كنت معتقدة ان بابا اشتراها لي. لكني لاحظت حاجة غريبة جدا في اللعبة. وجه القرد اتغير شكله وملامحه، كان ظاهر على وشه ابتسامة غريبة. ومن اليوم ده قررت افضل محتفظة باللعبة في اوضتي، على الرغم من انها كانت مش شغالة، لكنها كانت بتفكرني دايما ببابا وايامي الجميلة معاه. لكن بمرور الوقت بدأت ماما تاخد الالعاب المكسورة واللي باظت في اوضتي وحطتها في صندوق وشالتها في اوضة التخزين. ومع مرور السنين والوقت كنت خلاص كبرت لحد ما بقى عمري 25 سنة. نسيت خالص لعبة القرد دي نهائي. ولأني كنت شاطرة في التسويق اشتغلت في شركة كبيرة، كنت السبب في دخول عمولات كبيرة للشركة، وده كان سبب في ترقيتي. وكمان الشركة ادتني مكافأة كبيرة لتشجيعهم ليا، وده خلاني افكر اخد المكافأة واجدد البيت بتاعي، خصوصا ان البيت بقى قديم جدا وكان محتاج فعلا للتجديد. لكن قبل ما نبدأ في التجديد نصحتني امي بان اتخلص من كل الاشياء القديمة واللي ملهاش اي لازمة في البيت. وبالفعل بدأت انظف البيت كله. لكن وانا بنظف غرفة الخزانة اخدت بالي من وجود صندوق قديم كان مليان بالالعاب القديمة والمكسورة اللي كانت موجودة في اوضتي زمان، واللي كان من ضمنهم لعبة القرد اللي كانت في اوضتي. كانت مختفية في وسط الالعاب. وفي اللحظة اللي مديت ايدي علشان اخد اللعبة شفت شيء غريب. لما لمست القرد حسيت ببرودة شديدة وكأنه كان خارج من تلاجة. وشه كان ابيض ومتحجر بشكل مرعب. وفي اللحظة اللي مسكته فيها بايديا بدأ القرد يشتغل لوحده ويعزف مرة تانية على الطبلة. وقتها معرفش ليه اترعبت منه وقلبي اتقبض. رميته من ايدي وحطيته تاني في الصندوق، وطلبت من ماما تاخد الصندوق ده تديه لابن الست اللي بتنظف البيت. ومفيش لحظات وموبايلي رن. لما فتحت زميلتي في الشغل بلغتني بخبر صدمني ووقف الدم في عروقي. قالت ان صديقتي المقربة مريم
عملت حادثة كبيرة بالعربية. ما فكرتش كتير وركبت عربيتي وجريت على المستشفى. مريم كانت في غيبوبة من أثر الحادث. الدكاترة قالوا إن لحظاته بتقضيها وإنهم حاولوا بكل الطرق ينقذوها، لكن مفيش أي أمل إنها تفوق من الغيبوبة وممكن تموت في أي لحظة. أنا كنت في حالة من الذهول والصدمة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل بالظبط. لما روحت البيت ودخلت أوضتي اتفاجئت بنفس لعبة القرد وهي واقعة على الأرض جنب سريري. اعتقدت إن أمي هي اللي حطت اللعبة في الأوضة، لكن قبل ما أسأل ماما بكلمة واحدة فوجئت بنظرات أمي الغريبة. أول ما دخلت أوضتي وشافت القرد مرمي في الأوضة سألتني إيه اللي جاب القرد ده هنا. أنا رميته من سنين، أنا ما بحبش أشوف اللعبة دي. وقتها حسيت برعب كبير دخل قلبي. بعد اليوم ده بدأت تحصل معايا حاجات أغرب وأرعب، وده لما بدأت ألاحظ إن كل ما القرد يعزف على الطبلة أسمع بعدها بلحظات خبر محزن لحد مات. مرة واحدة قريبتنا تتوفى، ومرة صاحبتي الوحيدة مريم اللي كانت في غيبوبة هي كمان تموت ويجيني خبر موتها من المستشفى. في البداية كنت فاكرة إنها مجرد صدفة، لكن مع كل دقة طبلة من القرد كان بيدق الموت في بيتنا. أنا عمري ما بآمن بالخرافات أو حدوث أشياء غريبة ملهاش أي تفسير، لكن بالرغم من كده إلا إني ما كنتش قادرة إني أتخلص من شعور إن ممكن يكون لعبة القرد دي هي اللي ورا كل الحوادث اللي بتحصل معايا. فكرت كتير إن أتخلص من اللعبة المرعبة دي أكتر من مرة، لدرجة إني في مرة أخدتها وحرقتها بإيدي، لكن اتسمرت مكاني لما شفت النار وهي بتنطفي بعدها. جسم القرد كان سليم زي ما هو، ما حصلوش أي حاجة. ومرة تانية أخدتها ورميتها من البلكونة، ولما صحيت بعدها تاني يوم لقيت القرد جنب سريري. وقتها كنت مصدومة وحاسة إن اللعبة دي ممكن تكون محاطة بسحر أسود لكائن شيطاني هو اللي بيتسبب في كل الجرايم والحوادث اللي كانت بتحصل معايا. ما فكرتش كتير وأخدت اللعبة، رحت لأمي وحكيت لها على كل اللي بيحصل معايا، لكن اتفاجئت منها لما قالت إن هي كمان أخدت القرد ده أكتر من مرة ورمته، وكانت بتتفاجئ بوجوده في البيت بعدها. ما كنتش فاهمة ازاي ده بيحصل. أمي اعتقدت إن أنا اللي لقيته ورجعته لأني متعلقة بيه، لحد ما فهمنا أخيرا إن دي ما كانتش مجرد صدفة. اتصلت ماما بأحد الكهنة وحكيت له كل اللي بيحصل، وقال لها إنه هيجي البيت وطلب منها إنه يشوف اللعبة. سأل الكاهن منين جبتوا اللعبة دي. وقتها قلت له إن بابا جابها لي هدية وأنا صغيرة. وقتها وش الكاهن اتغير لما قال دي مش مجرد لعبة، دي لعبة ملعونة ومعمول عليها سحر لروح شيطانية شريرة سكناها. وقتها حسيت بالخوف والرعب امتلك قلبي، وعرفت ان اللعبة دي صعب جدا ان اقدر اتخلص منها، لكن الكاهن قال ان مفيش غير حل واحد، لازم تسيبوا البيت ده وتروحوا تعيشوا في اي بيت تاني، لان الروح الشريرة اللي جوه اللعبة متعلقة ومربوطة بوجودي جنبها، ومهما حاولنا نتخلص منها هتفضل تلاحقني ومش هتسيبني الا لما اموت. وفعلا قررنا نسيب البيت فورا ونمشي، لكن قبل ما نمشي الكاهن عمل طقوس لطرد الأرواح على اللعبة، وحبسها داخل صندوق وقفله بقفل محكم. وبعدها سيبنا البيت والأمور بدأت تهدى، وما بقاش بيحصل معايا حوادث زي الأول، وما شفتش القرد ده تاني من بعدها لحد ما عدى 6 شهور على اليوم ده. وجات عيلة جديدة سكنت في البيت، كان راجل وزوجته وعندهم طفل صغير كان عمره 8 سنوات، اللي أول ما دخل الأوضة بتاعتي لقى لعبة القرد محطوطة في مكانها زي أول مرة شفتها على الرف. واللعبة أول ما شافت الولد الصغير
فضلت تعزف على الطبلة وكأنها فرحانة لأنها لقت فارستها الجديدة واللي هيكون سبب في موت أغلى حد ليه. ولحد النهاردة مازال القرد ده كل ما بيعزف يموت شخص جديد بعدها. أعزائي متابعين قناة رعب مع موها، لسه القصص ما خلصتش، هندخل دلوقتي على القصة التانية. بس لو وصلت لحد هنا من فضلك اعمل لايك للقصة واشتراك في القناة علشان نستمر في تنزيل قصص الرعب اللي بتحبوها. ودلوقتي يلا بينا ندخل على القصة التانية. فيت وعيلته اتنقلوا لمومباي قريب، سكنوا في شقة موجودة في برج كبير. الشقة كانت في الطابق 25، ولأن فيت كان متعود دايما يتأخر عن البيت طول اليوم بسبب شغله، لحد ما في يوم في عز الشتاء المطر كان شديد جدا. ماري زوجته أخدت الأطفال لأوضتهم علشان يناموا، وبعد ما اطمنت إن هما ناموا أخدت بعضها وراحت تتفرج على التلفزيون في الليفينج روم. الساعة كانت قربت على 1 بعد نص الليل، وفجأة ماري شافت كرة ابنها وهي بتتحدف على الأرض بالقرب منها. افتكرت إن ابنها شيف صحي من النوم وبيلعب بالكورة. وقتها قالت له: شيف ارجع على سريرك ونام من فضلك. لكن ماري اتفاجئت لما شافت شكل ولد صغير كان واقف في بلكونة الصالة وبيبص لها. استغربت وسألت نفسها ايه اللي يجيب ولد زي ده في وقت زي كده في البلكونة. ولما قربت ناحيته، لكن في اللحظة دي جري الولد على أوضة الولاد وقفل الباب وراه. لكن ماري فتحت الباب ودخلت وراه وفضلت تدور عليه في المكان كله، ما كانتش لاقياه. ولما راحت ناحية دولاب الملابس بتاع أولادها فتحته بالراحة، لكن اتفاجئت بوجود الولد المخيف ده جواه. طلعت موبايلها واتصلت بزوجها فورا، لكن ما كانش بيرد. فجأة سمعت صوت خبط عالي على باب البيت. ماري كانت مرعوبة وقلبها كان هيقف من الخوف، لكنها حاولت تستجمع قوتها وراحت ناحية الباب وفتحته ببطء. وهنا كانت الصدمة، شافت ست كبيرة في السن وفي ايديها فاس. وفي لحظة الست العجوزة دي دخلت تجري في اتجاه أوضة ولادها وقفلت الباب. وقتها ماري فضلت تزعق فيها وتسألها: استني عندك، انت مين؟ عاوزة ايه؟ لكن الست بصت لها بنظرة حادة ودخلت أوضة الولاد وقفلت الباب وراها. ولما فتحت ماري الباب هنا كانت الكارثة. شافت الست العجوزة دي وهي واقفة على سور البلكونة، وهو واقف جنبها نفس الولد الصغير اللي شافته في الدولاب. وفي اللحظة دي الست العجوزة التفتت وبصت لماري نظرة كلها رعب، وفجأة نطت هي والولد الصغير من البلكونة. ماري بعد اللي شافته واللي وقف الدم في عروقها خافت على ولادها. أخدت مفاتيح العربية بتاعتها وأخدت ولادها وهربت بسرعة من المكان. في طريقها وهي رايحة لبيت صديقة عيلتها، ولما سألوا عن الشقة دي مين كان ساكن فيها قبلهم اكتشفوا إن سنة 2005 أثناء ما كانوا لسه بانيين البرج الكبير ده كان في واحدة وابنها كان مريض عقليا كانوا عايشين في نفس الشقة اللي هم ساكنين فيها، وانتحروا ورموا نفسهم من الدور 25. ومن اليوم ده اتقفلت الشقة ومحدش من الناس بيسكن فيها من بعد اللي حصل. اسمي إدوارد. كنت بعشق القصص والأفلام المرعبة، لكن بعد اللي حصل معايا أصبحت بكره الأفلام المرعبة كلها. حابب أحكي لكم قصتي. بدأ كل شيء في اليوم اللي أختي لوسي انفصلت فيه عن خطيبها. كانوا بيحبوا بعض جدا، ولكن في الفترة الأخيرة أختي اكتشفت إن صديقها بيتر بيخونها، ولما واجهته قرر إنه يسيبها. وقتها أختي انهارت جدا. بعدها حاولنا كتير إننا نقول لها إن الشخص ده ما كانش كويس،
لكن لوسي كانت رافضة تسمع أي كلام عليه، كانت مهووسة بيه. ومع مرور الوقت بدأت لوسي تدخل في حالة اكتئاب. وفي الوقت نفسه أنا سبت البيت ورجعت على بيتي. كنت بتصل وبطمن من وقت للتاني على أحوال لوسي، وعرفت إنها حالتها بدأت تسوء وحبست نفسها في غرفتها. بدأت من فترة للتانية أزورها في البيت وحاولتها، لكنها كانت مش بتتكلم خالص. لوسي ما كانتش بتحب تشاهد أي أفلام رعب نهائي، لأنها كانت بتفكرها بصديقها بيتر لما كانوا بيشاهدوا الأفلام الرعب سوا. كنت حابب إن أخرجها من الحالة السيئة دي. دخلت عشان أطلب منها إنها تخرج معايا تغير جو، لكن اتفاجئت لما فتحت عليها الغرفة إنها كانت بتتكلم مع حد. كنت سامع صوتها، لكن لما فتحت ما لقيتش حد معاها. بدأت أقلق وسألتها لو جيت في وقت مش مناسب. قالت لي لأ، أنا كنت قاعدة وبتفرج على فيلم رعب. سألتني لو تحب تيجي تتفرج معايا. رديت عليها وقلت أكيد طبعا، وقضينا اليوم ده كله واحنا بنتفرج على سلسلة كبيرة من الأفلام الرعب. استغليت الفرصة في إني أحاول أتكلم معاها وأطلب منها إنها لازم تخرج من غرفتها وترجع تقابل أصدقائها زي الأول، خصوصا إني لاحظت إنها كانت مش مدية أي اهتمام لأي نوع من الأفلام اللي كانت بتتفرج عليها. اقترحت عليها لو تحب إني أختار ليها فيلم أنا بحبه جدا، وهو فيلم الدمية تشاكي، وهي بالفعل وافقت. وبدأت أشغل الفيلم، لكن لاحظت إن الفيلم ده كان واخد كل تركيزها عكس الأفلام التانية. لوسي وشها اتغير أول ما بدأ يظهر الدمية تشاكي. بدأ تركيزها يزيد أكتر من الأول، كانت بتراقب كل تصرفاته، وكأن كان في فكرة غريبة خطرت على بالها ساعتها. كانت واخدة كل تفكيرها لدرجة إنها كانت مهووسة بكل أفعال تشاكي الدموية. سبتهم وروحت البيت. كنت مبسوط إني قدرت أتكلم معاها وأحاول أخرجها من اللي هي فيه، وأقنعتها إنها تحاول تتكلم مع صديقها وتفهم هو ليه عمل معاها كده، يمكن الأمور بينهم تتصلح. والحقيقة إن حصلت حاجة غريبة جدا على أختي لوسي. كل يوم تقريبا كانت بتتصل بيا وتكلمني عن تشاكي وتسأل أسئلة غريبة ومش واضحة بالنسبة لي. الحقيقة كنت فاكر إنها متوترة شوية بسبب إنها اليوم ده هو اليوم اللي هتقابل فيه صديقها بيتر. وبالفعل لحد ما في يوم جات لي مكالمة من أمي، قالت لي إنها خايفة جدا لأنها بدأت تسمع لوسي وهي بتبكي وتصرخ كتير. والدي كان راجل كبير في السن، كنت خايف لا يحصل بينهم مشكلة. أخدت عربيتي وروحت على بيت والدي. كنت خايف وحاسس إن في حاجة هتحصل، ولما وصلت لاحظت إن باب المنزل كان مفتوح. ولما دخلت وقعت عينيا على مشهد مستر كان هيوقف قلبي من الرعب. شفت جثة والدي في غرفة الطعام وهو واقع على الأرض وغرقان في دمه، كان جسمه متقطع بالكامل. جريت على غرفة أختي وكنت خايف لا يكون حصل لها أي شيء. وأنا في طريقي وقعت عينيا على كارثة تانية، لقيت جثة والدتي هي كمان على الأرض، كل حتة في وشها متدمرة ومتشوهة تماما. المنظر كان بشع من شدته. بدأت معدتي تألمني وأشعر إني عايزة أتقيأ. كانت رجليها متقطعة وأجزاء كتيرة في جسمها كانت متشوهة. الشخص اللي عمل كده كان باين جدا إنه مغلول ومريض. منظر الدم كان بشع. وقعت على الأرض وفضلت أبكي من اللي شفته. ما كنتش مصدق عيوني إزاي حصل كده ومين اللي عمل كده فيهم. لكن فجأة فقت من اللي أنا فيه على صرخة كبيرة. كان صوت أختي، أنا عارفه كويس. جريت على المطبخ أخد سكينة أحاول أدافع بيها عنها. كنت خايف لا يكون المجرم ده وصل لأختي فعلا وهيقتلها. لآخر لحظة كنت فاكر إن اللي عمل كده صديقها بيتر السابق، لأن اليوم ده كان موعد مقابلته. اتسحبت ناحية الغرفة بتاعتها وبدأت أفتح الباب بالراحة، لكن نزلت على ركبتي من الصدمة اللي شفتها. شفت بيتر صديق أختي وهو واقع في الأرض وكان مطعون بسكينة في إيده اليمين. لوسي كانت واقفة وراه ولابسة لبس زي لبس تشاكي بالظبط وبتتصرف وتتكلم بنفس الطريقة. بدأت أسألها إيه اللي بتعمليه ده؟ لكنها بدأت تغير في نبرة صوتها زي الأطفال بالظبط وتقول أنا أصبحت أقوى بكتير من الأول زي ما كنت بتطلب مني يا إدوارد يوم ما فرجتني على فيلم تشاكي. أنا بشكرك جدا لأني بقيت قوية بما يكفي وأقدر دلوقتي أعتمد على نفسي ومحتاجش المساعدة من حد مهما كان مين. ماما وبابا خلاص مش هيقدروا يدوني أوامر بعد كده. مش هحزن تاني علشان بيتر سابني.
هكون قاسية وقوية زي تشاكي وأقوى من تشاكي كمان. لفت وشها ليه، وهنا كانت المفاجأة. شفت وش لوسي وهو مليان جروح مختلفة ومشوهة زي تشاكي بالظبط. كانت وشها متدمر نهائي وبينزف دم من كل حتة. كانت مهووسة بشكل تشاكي. دي مش ممكن تكون أختي ولا حتى تكون تشاكي. بدأت أصرخ فيها وقلت لها: لوسي، عملت في نفسك كده ليه؟ اتسببتي في أذى أمك وأبوكي ليه؟ كل ده لكن ردها كان غريب ومخيف بالنسبة لي. قالت لي إنها بقت أقوى وإنها مش محتاجة لحد يعرفها تعمل إيه. قالت لي إني لو فضلت أتكلم معاها بالطريقة دي هيكون مصير الموت زيهم. وبدأت تتجه ناحيتي. حبيت أظهر ليها السكينة اللي كانت معايا علشان تخاف وتبعد، لكنها ما اهتمتش وفضلت تقرب عليا وكأنها كانت عارفة إني مش هقدر أذيها. بدأت تقرب مني ببطء، تضحك ضحكة مخيفة وتطوح بالسكينة يمين وشمال وهي مستمتعة باللي بتعمله. كنت متأكد إن ده نفس اللي حصل مع والدي ووالدتي. ولما وصلت ناحيتي رفعت السكينة وكنت خلاص على وشك إن أخسر حياتي، لكن حصلت حاجة أنقذتني من الموت. في آخر لحظة بيتر قام وقاومها وبعدها طلب مني إن أهرب قبل ما تقتلني أنا كمان. لكن لوسي وشها اتحول 180 درجة من شدة الغضب وبدأت تجري ناحية بيتر وفضلت تطعن فيه أكتر من مرة لدرجة إن نفسه وقف وطلعت روح. ولكن لوسي ما بطلتش طعن فيه، كانت مهووسة بقتله ومستمتعة. لقيت نفسي بجري بأقصى ما عندي من قوة لحد ما وصلت لباب البيت. وقتها وقفت واتأكدت إن لوسي ما حاولتش تجري ورايا وتقتلني أنا كمان، لأنها كانت مشغولة بقتل بيتر صديقها. اتصلت بالبوليس وفي خلال دقايق كانوا وصلوا للبيت فعلا. ما حاولتش إن أطلع معاهم وأشوف تاني اللي حصل، لكنهم قالوا لي على كارثة. لما وصلوا دخلوا على لوسي غرفتها، لقوها لسه مستمرة في طعن بيتر وما بطلتش لحظة واحدة وكانت مبتسمة وحاسة بالانتصار من اللي بتعمله. أختي لوسي اتحكم عليها بالسجن المؤبد. رحت أزورها في السجن، كنت عارف إنها اتحولت تماما لشخصية تشاكي وسألت نفسي لو ممكن فيلم زي ده يتسبب في كل الضرر ده كله. مش هقدر أنسى اليوم ده أبدا، اللي مش بس خسرت فيه والدي ووالدتي، لا وخسرت فيه كمان أختي لوسي. أنا بنصح أي حد إن محدش يتفرج على الفيلم ده، بدل ما في يوم يحصل معاهم مأساة زي اللي حصلت معايا بسبب تشاكي. ماما، ممكن تسيبي اللابتوب وتلعبي معايا شوية؟ حاضر يا حبيبي، أخلص بس تصميم اللعبة وابعتها للشركة واقعد معاك نلعب ونتكلم لحد ما تزهق. القصة دي حصلت في الهند. كان في ولد صغير اسمه بالا، كان حاسس بالوحدة طول الوقت. مامته كانت دايما مشغولة عنه، وده بحكم إنها بتشتغل مصممة ألعاب لشركة كبيرة. والفترة دي كانت فترة كورونا، وبسبب الحظر اللي كان حاصل وقتها كانت دايما بتشتغل من البيت. كان عندهم مربية كانت بتقوم بكل طلبات البيت واللعب مع بالا وبتسمع لحكاياته وكلامه. بالا كان متعلق بيها جدا، وبسبب الحظر المربية اضطرت انها تسيب البيت وترجع تعيش في بلدها لحد الحظر ما يهدى وترجع تاني للعمل. وده خلى بالا حالته تزيد سوء اكتر من الاول. طلب من امه طلب غريب: ماما، ممكن تصنعي لي لعبة من الألعاب اللي انتي بتصمميها ألعب معاها، وصدقيني هسيبك تكملي شغلك ومش هضايقك تاني أبدا. الأم فكرت شوية وقامت راحت ناحية أوضة الألعاب اللي كانت مصمماها الأسبوع اللي فات، واختارت منهم دمية على شكل بنت صغيرة بتضحك. الشركة كانت بعتها لها كهدية لكل تصميم كانت بتعمله. أخدت الدمية وادتها لبالا، فرح بيها جدا وشكرها عليها وقال لها انه خلاص لقى صديقة تلعب معاه ومش هيبقى وحيد مرة تانية.
وفي يوم مامة بالا كانت بتجهز الغدا، ما خلصت ندهت لبالا ابنها علشان ياكل. ولما الولد بدأ ياكل لاحظت انه بياكل قليل جدا عكس الاول تماما. قالت لنفسها يمكن علشان بيلعب طول الوقت في اوضته ده خلاه مش حاسس بجوع. الام لما خلصت اللي وراها قعدت تكمل شغلها، وبالا كان بيلعب في اوضته مع العروسة. لكن مفيش دقايق وبدأت تسمع صوت لضحك عالي خارج من أوضة بالا، وهي كانت عارفة كويس صوت ضحكته. خافت وقامت راحت ناحية أوضته وفتحت الباب، واتفاجئت لما شافت بالا ابنها قاعد فوق الدولاب وفي ايده الدمية وعمال بيضحك. أمه خافت عليه جدا لما شافته، واستغربت ازاي طفل صغير في سنه ده يقدر يوصل لفوق الدولاب بالشكل ده. ايه اللي مطلعك فوق الدولاب؟ انت عارف انك ممكن تقع وتتكسر رجلك. انا مش قادرة اعرف بس ايه اللي حصل لك. انا كنت بلعب مع جوديا العروسة بتاعتي، وهي اللي قالت لي انها علشان ترضى تلعب معايا اسمع كلامها واطلع فوق الدولاب، وعلشان كده انا وافقت. وهي طلعت الاول وبعد كده مدت ايديها وشدتني علشان اطلع جنبها فوق الدولاب. وقالت له امه بعد كده لو شفتك طلعت فوق الدولاب تاني مش هسمح لك تلعب لوحدك في اوضتك مرة تانية. وخرجت تكمل شغلها. وبمرور الايام والوقت بدأت تلاحظ الام ان ابنها حابس نفسه طول الوقت في الاوضة وما بيخرجش نهائي، وطول اليوم بيلعب مع الدمية بتاعته. الام كانت عقلها مشغول بابنها طول الوقت، وبتسأل نفسها انه ممكن يكون بالا ابنها يكون بيتصرف كده علشان حاسس بالوحدة، وبانها مشغولة عنه طول الوقت. فكرت الام انها الصبح تتصل بالمدير وتطلب منه اجازة كام يوم علشان تقعد مع ابنها. ولما جه وقت العشاء ندهت الام على ابنها علشان يتعشى، لكن الولد رفض وقال لها انه مش عاوز ياكل. وقتها بدأت تتضايق وراحت على اوضته وقالت له يعني ايه مش عاوز اكل؟ ممكن افهم انت ليه ما بقيتش بتاكل خالص؟ فجأة صوت الولد اتغير وخرج منه صوت تاني. انا قلت له ما ياكلش علشان يضعف ويموت، وساعتها هيبقى دمية زيي ويجي للعالم بتاعي ويعيش دمية للأبد. الأم اتصدمت من اللي سمعته ولسه هتروح ناحية الدمية علشان تاخدها منه. أول ما مدت إيديها حست وكأن في شيء غريب كان غير مرئي عمال بيمنعها. وفي اللحظة دي أخدت بالها إن عيون بالا ابنها اتحولت للون الأحمر، لون الدم. ولما بصت على الدمية اتفاجئت بشكلها المرعب لما لقت شكلها اتغير وعيونها عمالة بتنزف دم. وفجأة الدمية بدأت تتكلم هي وبالا في نفس اللحظة بنفس الصوت المرعب اللي سمعته. اوعي تفكري تلمسيني او حتى تيجي ناحيتي، بالا خلاص ما بقاش موجود هنا في عالمكم، بقى بعيد جدا جدا عنك وعمرك ما هتقدري توصلي له. اخرجي من هنا واطلعي بره وسيبينا. وقتها الأم اترعبت من اللي شافته، طلعت بسرعة من الأوضة وفضلت بره عمالة تفكر وتحاول تلاقي حل. واستنت لما جه الليل، راحت لأوضة ابنها مرة تانية، ولما فتحتها لقت ابنها نايم والدمية صاحية وواقفة جنبه وبتبصلها بكل غضب. الأم اعتقدت إن ابنها نايم، اتسحبت وأخدت الدمية من جنبه وهي بتتنفض من الخوف. راحت على أوضة الألعاب وقطعت الدمية لحتت كتير وحطتها في قلب كرتونة محكمة وشالتها على رف من الرفوف، واعتقدت إنها كده خلصت منها. وراحت على أوضة بالا ابنها تطمن عليه للمرة الأخيرة. لكن أول ما دخلت شافت كارثة. الدمية هي اللي كانت موجودة على السرير، وفجأة أمال مين اللي حطته في الصندوق؟ ايه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟ انا لعنة مستحيل حد يقدر ينهيها. شفتي عملت في ابنك ايه؟ خلاص حولته
اللحظة دي الأم ما قدرتش تتحمل اللي سمعته وأغمى عليها، وبعد شوية بدأت تفوق وهي بتقول بهمس: أنا أسفة، عارفة إني غلطانة، بس أرجوكي رجعي لي ابني، يا رب يكون كل اللي شفته ده حلم وما يكونش حقيقة. وأول ما فتحت عينيها شافت ابنها بالا قدامها وعمال يدلق على وشها شوية مية، ولما شافته جريت عليه وأخدته بحضنها. وفي الوقت ده الولد قال: ماما انتي بخير؟ انا خفت عليكي جدا وما كنتش عارف اعمل ايه، اتصلت بعمتي وقالت لي اني ادلق على وشك ميه علشان تفوقي. اطمنت الأم وحمدت ربنا إن ابنها سليم، وافتكرت إن كل ده طلع حلم. بالا كان حزين جدا وقال لمامته: أنا مش عارف اللعبة بتاعتي راحت فين، عمال بدور عليها يا ماما ومش لاقيها. في اللحظة دي الأم جريت على أوضة الألعاب وفتحت الصندوق اللي فيه الدمية، ولما اتأكدت إن الدمية زي ما هي وأجزائها كلها في الصندوق طلعت علبة كبريت وولعت فيها. ولما اتأكدت إن النار كلتها تماما أخدت بعضها وراحت على أوضة بالا، لكن لما وصلت حصلت كارثة. وده لما شافت نفس الدنيا قدامها على السرير مكان بالا، هي بتبصلها وبتضحك ضحكة شريرة وبتقول: أنا مش قلتلك إن لعنة ومحدش على الأرض يقدر ينهيها؟ في اللحظة دي الأم سابت الدنيا وطلعت تجري على أوضة الألعاب. صرخت صرخة عالية من الصدمة لما شافت رماد ابنها وقطع من جسمه وهي محروقة، وعرفت إن اللي كانت مقطعاه في الصندوق ده كان ابنها مش الدمية، وإنها قتلته. ما قدرتش تتحمل الصدمة وانتقلت للمستشفى وهي عمالة تخرب بالكلام وتقول: مش أنا اللي قتلت ابني، هي الدمية اللي كانت السبب، هي اللي عملت كل ده. وبكده القصة تكون خلصت. يا رب تكون القصة عجبتكم. لو بتحبوا قصص الرعب ادعموا القناة باللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لكم دايما كل جديد، واستنوني في قصة رعب جديدة، وأقول لكم سلام. هل في يوم سألت نفسك في مرة لو كانت الألعاب اللي بنلعب بيها يوميا ممكن يكون وراها سر مخيف يتسبب في موتك؟ ناس كتير ممكن ما يصدقوش القصة اللي هحكيها دلوقتي لأنها تبان كأنها قصة متألفة من وحي خيالي، لكن للأسف القصة حقيقية وحصلت معايا بالفعل. أنا حبيبة، عندي 25 سنة، بشتغل في شركة تسويق كبيرة، عايشة في شقة في الدور الثالث لمبنى من الطراز القديم. افتكرت حادث حصل معايا زمان، كان عمري وقتها 12 سنة. حصل لي حادث أليم عمري ما نسيته لحد النهاردة. والدي وقتها كان لسه شاري البيت ده وانتقلنا كلنا للبيت الجديد علشان نعيش فيه، ولكن أول ما دخلت البيت رحت على أوضتي الجديدة واللي كانت مليانة بالألعاب الجميلة، لكن من وسط كل الألعاب الموجودة شد انتباهي لعبة على شكل قرد صغير، كان في إيده عصاية وطبلة، وبالرغم من عيون القرد اللي كان شكلها مخيف ونظراته الحادة، لكن انبهرت بجمال اللعبة دي بالذات. ومن فرحتي بيها اعتقدت ان بابا جابها لي وحطها في الأوضة علشان يفاجئني بيها. أخدتها وجريت على بابا علشان أشكره على لعبة القرد، وبوسته وحضنته جامد. بابا كان مش فاهم حاجة ونظراته للعبة كأنه كان مستغرب من وجودها وأول مرة يشوفها. كان لسه عاوز يقولي حاجة، لكن افتكر ان لسه وراهم شغل كتير في نقل العفش للبيت الجديد، علشان كده تجاهل كلامي وطلب مني اني ادخل اوضتي واكمل لعب لحد ما يخلصوا الشغل اللي وراهم. وفعلا دخلت اوضتي وبدأت العب، لكن لاحظت بوجود مفتاح في جنب اللعبة، ولما لفيت المفتاح اكتر من مرة
لاحظت إن القرد ما كانش بيعمل أي صوت أو حركة على الطبلة. اعتقدت وقتها إن ممكن يكون المفتاح بايظ. سبت القرد مكانه وأخدت لعبة تانية من على الرف وفضلت ألعب بيها، ونسيت لعبة القرد خالص لحد ما جه الليل ودخلت سريري أنام. لكن حصلت حاجة غريبة صحتني من النوم مفزوعة، وده لما صحيت على صوت الطبلة بتاعت لعبة القرد. كانت بتطبل وبتعزف لوحدها. فضلت بصل اللعبة باستغراب، كنت خايفة لحد ما غلبني النوم. نمت وصحيت تاني يوم، بس للأسف صحيت على أكبر كارثة حصلت في حياتي كلها. وده لما شفت بابا وهو واقع في الأرض ميت، وماما كانت عمالة بتبكي وهي بتقولي إن بابا جاتله نوبة قلبية حادة اتسببت في وفاته. كل جيرانها كانوا في حالة ذهول. ازاي راجل عمره 35 سنة ولسه في ريعان شبابه يموت فجأة كده بنوبة قلبية حادة؟ لكن وقتها كنت صغيرة ومش فاهمة ولا مدركة يعني ايه بابا خلاص مات ومش هشوفه مرة تانية. ومن غير ما احس لقيت نفسي رايحة مرة تانية ناحية اوضتي، وانا عيوني متجهة ناحية الهدية اللي كنت معتقدة ان بابا اشتراها لي. لكني لاحظت حاجة غريبة جدا في اللعبة. وجه القرد اتغير شكله وملامحه، كان ظاهر على وشه ابتسامة غريبة. ومن اليوم ده قررت افضل محتفظة باللعبة في اوضتي، على الرغم من انها كانت مش شغالة، لكنها كانت بتفكرني دايما ببابا وايامي الجميلة معاه. لكن بمرور الوقت بدأت ماما تاخد الالعاب المكسورة واللي باظت في اوضتي وحطتها في صندوق وشالتها في اوضة التخزين. ومع مرور السنين والوقت كنت خلاص كبرت لحد ما بقى عمري 25 سنة. نسيت خالص لعبة القرد دي نهائي. ولأني كنت شاطرة في التسويق اشتغلت في شركة كبيرة، كنت السبب في دخول عمولات كبيرة للشركة، وده كان سبب في ترقيتي. وكمان الشركة ادتني مكافأة كبيرة لتشجيعهم ليا، وده خلاني افكر اخد المكافأة واجدد البيت بتاعي، خصوصا ان البيت بقى قديم جدا وكان محتاج فعلا للتجديد. لكن قبل ما نبدأ في التجديد نصحتني امي بان اتخلص من كل الاشياء القديمة واللي ملهاش اي لازمة في البيت. وبالفعل بدأت انظف البيت كله. لكن وانا بنظف غرفة الخزانة اخدت بالي من وجود صندوق قديم كان مليان بالالعاب القديمة والمكسورة اللي كانت موجودة في اوضتي زمان، واللي كان من ضمنهم لعبة القرد اللي كانت في اوضتي. كانت مختفية في وسط الالعاب. وفي اللحظة اللي مديت ايدي علشان اخد اللعبة شفت شيء غريب. لما لمست القرد حسيت ببرودة شديدة وكأنه كان خارج من تلاجة. وشه كان ابيض ومتحجر بشكل مرعب. وفي اللحظة اللي مسكته فيها بايديا بدأ القرد يشتغل لوحده ويعزف مرة تانية على الطبلة. وقتها معرفش ليه اترعبت منه وقلبي اتقبض. رميته من ايدي وحطيته تاني في الصندوق، وطلبت من ماما تاخد الصندوق ده تديه لابن الست اللي بتنظف البيت. ومفيش لحظات وموبايلي رن. لما فتحت زميلتي في الشغل بلغتني بخبر صدمني ووقف الدم في عروقي. قالت ان صديقتي المقربة مريم عملت حادثة كبيرة بالعربية. ما فكرتش كتير وركبت عربيتي وجريت على المستشفى. مريم كانت في غيبوبة من أثر الحادث. الدكاترة قالوا إن لحظاته بتقضيها وإنهم حاولوا بكل الطرق ينقذوها، لكن مفيش أي أمل إنها تفوق من الغيبوبة وممكن تموت في أي لحظة. أنا كنت في حالة من الذهول والصدمة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل بالظبط. لما روحت البيت ودخلت أوضتي اتفاجئت بنفس لعبة القرد وهي واقعة على الأرض جنب سريري. اعتقدت إن أمي هي اللي حطت اللعبة في الأوضة، لكن قبل ما أسأل ماما بكلمة واحدة فوجئت بنظرات أمي الغريبة. أول ما دخلت أوضتي وشافت القرد مرمي في الأوضة سألتني إيه اللي جاب القرد ده هنا. أنا رميته من سنين، أنا ما بحبش أشوف اللعبة دي. وقتها حسيت برعب كبير دخل قلبي
بعد اليوم ده بدأت تحصل معايا حاجات أغرب وأرعب، وده لما بدأت ألاحظ إن كل ما القرد يعزف على الطبلة أسمع بعدها بلحظات خبر محزن لحد مات. مرة واحدة قريبتنا تتوفى، ومرة صاحبتي الوحيدة مريم اللي كانت في غيبوبة هي كمان تموت، ويجيني خبر موتها من المستشفى. في البداية كنت فاكرة إنها مجرد صدفة، لكن مع كل دقة طبلة من القرد كان بيدق الموت في بيتنا. أنا عمري ما بآمن بالخرافات أو حدوث أشياء غريبة ملهاش أي تفسير، لكن بالرغم من كده إلا إني ما كنتش قادرة إني أتخلص من شعور إن ممكن يكون لعبة القرد دي هي اللي ورا كل الحوادث اللي بتحصل معايا. فكرت كتير إن أتخلص من اللعبة المرعبة دي أكتر من مرة، لدرجة إني في مرة أخدتها وحرقتها بإيدي، لكن اتسمرت مكاني لما شفت النار وهي بتنطفي بعدها. جسم القرد كان سليم زي ما هو، ما حصلوش أي حاجة. ومرة تانية أخدتها ورميتها من البلكونة، ولما صحيت بعدها تاني يوم لقيت القرد جنب سريري. وقتها كنت مصدومة وحاسة إن اللعبة دي ممكن تكون محاطة بسحر أسود لكائن شيطاني هو اللي بيتسبب في كل الجرايم والحوادث اللي كانت بتحصل معايا. ما فكرتش كتير وأخدت اللعبة، رحت لأمي وحكيت لها على كل اللي بيحصل معايا، لكن اتفاجئت منها لما قالت إن هي كمان أخدت القرد ده أكتر من مرة ورمته، وكانت بتتفاجئ بوجوده في البيت بعدها. ما كنتش فاهمة ازاي ده بيحصل. أمي اعتقدت إن أنا اللي لقيته ورجعته لأني متعلقة بيه، لحد ما فهمنا أخيرا إن دي ما كانتش مجرد صدفة. اتصلت ماما بأحد الكهنة وحكيت له كل اللي بيحصل، وقال لها إنه هيجي البيت وطلب منها إنه يشوف اللعبة. سأل الكاهن منين جبتوا اللعبة دي؟ وقتها قلت له إن بابا جابها لي هدية وأنا صغيرة. وقتها وش الكاهن اتغير لما قال دي مش مجرد لعبة، دي لعبة ملعونة ومعمول عليها سحر لروح شيطانية شريرة سكناها. وقتها حسيت بالخوف والرعب امتلك قلبي، وعرفت ان اللعبة دي صعب جدا ان اقدر اتخلص منها، لكن الكاهن قال ان مفيش غير حل واحد، لازم تسيبوا البيت ده وتروحوا تعيشوا في اي بيت تاني، لان الروح الشريرة اللي جوه اللعبة متعلقة ومربوطة بوجودي جنبها، ومهما حاولنا نتخلص منها هتفضل تلاحقني ومش هتسيبني الا لما اموت. وفعلا قررنا نسيب البيت فورا ونمشي، لكن قبل ما نمشي الكاهن عمل طقوس لطرد الأرواح على اللعبة، وحبسها داخل صندوق وقفله بقفل محكم. وبعدها سيبنا البيت والأمور بدأت تهدى، وما بقاش بيحصل معايا حوادث زي الأول، وما شفتش القرد ده تاني من بعدها لحد ما عدى 6 شهور على اليوم ده. وجات عيلة جديدة سكنت في البيت، كان راجل وزوجته وعندهم طفل صغير كان عمره 8 سنوات، اللي أول ما دخل الأوضة بتاعتي لقى لعبة القرد محطوطة في مكانها زي أول مرة شفتها على الرف. واللعبة أول ما شافت الولد الصغير فضلت تعزف على الطبلة وكأنها فرحانة لأنها لقت فارستها الجديدة واللي هيكون سبب في موت أغلى حد ليه. ولحد النهاردة مازال القرد ده كل ما بيعزف يموت شخص جديد بعدها. عمرك اتخيلت في يوم ان ممكن مجرد عروسة او لعبة صغيرة تكون بوابة للجحيم؟ طب هتعمل ايه لو اكتشفت في يوم ان ببيتك دمية مسكونة بالجن او الشيطان؟ تعالوا احكي لكم ايه اللي حصل معايا، بس قبل ما نبدأ من فضلكم اعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة علشان يجيلكم اشعار اول ما تنزل القصة. اسمي جون، كان عمري 15 سنة وقتها. كان ليا أخت صغيرة بتعشق العرايس القديمة وكان اسمها أوكيكو. طلبت مني أكتر من مرة إني أشتري لها عروسة لعبة،
في كل مرة كانت بتخرج معايا وتشوف العرايس في فاترينة المحلات كانت بتجري ناحيتهم وتفضل تبص للعروسة بلهفة، لحد ما في يوم كنت محوش من مصروفي مبلغ كويس، علشان كده قدرت ان اشتري لها عروسة صغيرة، ولاني عارف ان اوكيكو بتحب العرايس النادرة والقديمة. دورت كتير لحد ما لقيت محل للتحف والمقتنيات القديمة والأثرية. كان عارض في فاترينة المحل عروسة يابانية مصنوعة يدويا، كانت لابسة فستان حرير وشعرها اسود بيلمع وعيونها مصنوعة من الإزاز تبان كأنها عيون حقيقية. أول ما اديت العروسة لأوكيكو فرحت بيها جدا وحبتها لدرجة إنها سمت العروسة باسمها وقالت إنها هتناديها بعد كده بأوكيكو، وأخدتها ودخلت أوضتها. بقت معاها طول الوقت، لما تنام تاخدها جنبها، وجهزت ليها فستان صغير ولبسته ليها. أوكيكو كانت مغرمة بالدمية جدا لدرجة إنها كانت بتنسى الوقت ودايما مشغولة باللعبة بتاعتها. بطلت حتى إنها تيجي تقعد معايا أو نلعب ونتكلم زي الأول، لكن ما كنتش بزعل لأني كنت بشوفها فرحانة جدا وسعيدة. لحد ما في يوم صحيت على أكبر خبر حزين حصل معايا، وهو وفاة أختي أوكيكو. فجأة جالها حمى شديدة وسخونية، وده خلانا نحجزها في المستشفى. بابا وماما عملوا أقصى ما في وسعهم علشان يحاولوا ينقذوا أختي، لكن الدكاترة قالوا مفيش فايدة من علاجها وماتت أوكيكو. أول أسبوع مر عليا كان أصعب أسبوع عشته. البيت كله كان مليان بحالة من الحزن. والدي أخد الدمية اللي كانت أختي بتحبها واحتفظ بيها وحطها على رف صور العيلة في أوضتي كتخليد لذكراها. ومن اليوم ده بدأت أعيش أسوأ أيام حياتي، وده لما بقيت كل ما أعدي من قدام الدمية كنت بحس إن عيونها بتبص عليا وبتتابعني، لدرجة إن في يوم أخدت بالي من شفايفها وهي مفتوحة وكأنها بتهمس بكلام أنا مش قادر أسمعه. وعلى الرغم من إني كنت حاسس بشعور إني متراقب طول الوقت، لكن مش بس ده اللي حصل معايا، لأ، بدأ الكابوس الحقيقي يحصل لي. وده لما في يوم كنت نايم وصحيت في نص الليل على صوت لخطوات بتقرب ناحيتي وأصوات كتيرة ما كانتش واضحة بالنسبة لي. بدأت أركز وأنا جسمي كله كان بيتهز من الخوف والعرق كان مالي جسمي، لحد ما فجأة سمعت صوت لضحكة شبه ضحكة أختي أوكيكو. قمت من مكاني وأنا مفزوع وبترعش من الخوف وبقنع نفسي إن كل اللي أنا سامعه ده أكيد حلم، لكن سمعت نفس صوت الضحكة مرة تانية. مشيت في اتجاه الصوت لحد ما رحت ناحية الرف اللي عليه العروسة، وانا باصص ناحيتها وشايف عيونها مركزة عليا وبصالي، وجسمي كله كان بيتنفض من الرعب. بدأت أهدى ورجعت على أوضتي ونمت، ولما صحيت من النوم وفتحت عيني لاحظت حاجة غريبة. الدمية شعرها بقى أطول من الأول. كنتش فاهم وبقول لنفسي مستحيل ده يحصل، لكن مع مرور الوقت والأيام كنت بلاحظ إن شعر العروسة عمال بيكبر ويزيد خصلة ورا التانية. كنت في حالة من الذهول والرعب، مش قادر أفهم إزاي ده بيحصل. حتى أمي اللي على الرغم من حزنها والحالة اللي كانت فيها على فراق أختي أوكيكو، لكنها هي كمان بدأت تلاحظ ده واتفاجئت من شكل الدمية اللي اتغير. قربت منها وبدأت تلمس شعرها، والغريب إنه كان شكله زي الشعر الحقيقي بالظبط. وسألت نفسها وقالت مش ممكن، إزاي؟ وهو اللي بيحصل ده حقيقي ولا أنا بيتهيألي؟ وفي يوم فضولي خلاني أقرر أروح ناحية العروسة وأقص خصل من شعرها. كنت عايزة أتأكد من اللي أنا شايفه ده لو حقيقي ولا أنا كمان بتخيل، وكل ده وهم من خيالي. جبت مقص وقصيت خصلة من شعرها وأنا باصص للعروسة، واعتقدت إن ده مجرد وهم. ولكن تاني يوم أول ما صحيت بصيت ناحية العروسة وأنا جسمي كله كان بيتنفض من شدة الخوف والرعب من اللي شايفه. إزاي؟
مش ممكن. شفت العروسة شعرها طول مرة تانية وكأني ما قصيتهوش أصلا. ومش بس كده، بدأت أسمع أصوات لهمسات جاية من ناحية الدمية بالليل وبالنهار، لكن الأصوات بدأت توضح بالنسبة لي. ولما يجي الليل لو قمت من مكاني كنت بحس بهوا بارد في الأوضة ولمسات لشيء غير مرئي بتلمس وشي، وأشوف الألعاب اللي كانت بتاعت أوكيكو وهي بتتحرك لوحدها، وأشم ريحة عفنة غريبة كانت مالية الأوضة ومش عارف جاية منين. وفي يوم كنت نايم وحلمت بأختي أوكيكو، كان شكل وشها أبيض وشاحب وعيونها مجوفين، كانت عمالة تهمس بكلام مش مفهوم بالنسبة لي لحد ما لاحظت في ايديها العروسة. وفجأة لفت العروسة وشها ناحيتي، وبعدها سمعت صوت صرخة عالية. قمت من نومي وانا مفزوع. بدأوا أهلي يحسوا إن في شيء مش طبيعي بيحصل في البيت. أمي خدت قطعة من القماش وغطت الدمية على أمل إن الأمور تهدى، لكن ده ما غيرش شيء، على العكس أصوات الهمسات كانت بتزيد. أنا كنت حاسس إن الدمية دي مسكونة بشيء مجهول، أطياف من الجن والشياطين. الدمية كأنها فيها روح وحية مش مجرد جماد. والكارثة لما صحيت في يوم على شيء طابق على نفسي وصدري، بفتح عيني لقيتها هي، أيوة الدمية كانت فوقي بالظبط. أنا متأكد إني شفتها وهي بتحرك رقبتها وبتقرب ناحيتي وهي بتهمس بجملة واحدة بس: أنا رجعت من الموت. بعدها أغمى عليا. وتاني يوم الصبح لما أهلي عرفوا باللي حصل قرروا ياخدوا الدمية ويروحوا بيها للكاهن، وحكوا ليه كل اللي حصل معايا من أول ما ماتت أختي لآخر حاجة حصلت. بدأ الكاهن يفحص الدمية. الدمية كان وشها شاحب وشكلها غريب ومخيف. بدأ الكاهن يتكلم مع أهلي وقال دي مش مجرد دمية، روح أوكيكو كانت متعلقة بالدمية جدا وده خلاها مسكونة جواها، وشعرها اللي بيطول ده تعبير منها إن روح أوكيكو مش مرتاحة، وقال إنه من المستحيل تدميرها. علشان كده أنا هاخد الدمية وأحطها في المعبد الخاص بالمدينة وهعمل عليها بعض الطقوس علشان روح أوكيكو ترتاح. وفعلا قرر بابا وماما يسيبوا الدمية المسكونة دي مع الكاهن اعتقادا منهم إنه هو ده الحل الوحيد. وأهلي قرروا إنهم يبيعوا البيت وننتقل لبيت تاني جديد كمحاولة مننا إننا ننسى كل اللي مرينا بيه. ولكن عمري ما راح من بالي الأحداث اللي حصلت معايا وأنا صغير. وكل ما كنت بروح المعبد كنت بسمع قصص كتير كانوا بيقولوها بعض الكهنة عن الدمية، إنهم كانوا بيلاحظوا شعرها اللي بيطول. وكمان كتير من الناس اللي كانت بتزور المعبد كانوا بيقولوا إنهم سمعوا أصوات صراخ، وأوقات بيسمعوا صوت ضحكة عالية مخيفة بالليل كانت جاية من المكان اللي محطوط فيه الدمية. لحد ما في يوم صحيت على صوت بيهمس في وداني، كان شبح أختي. قربت مني وقالت أنا أوكيكو. أسطورة الدمية المسكونة دي قصة حقيقية حصلت بالفعل في اليابان. قطعة أثرية على شكل دمية مسكونة بالجن. ولد اسمه إيكيتشي سوزوكي اشترى الأخت الصغيرة اللي كان اسمها أوكيكو دمية أثرية قديمة واللي كانت بتعشقها بجنون. لكن بعد فترة من شراء الدمية البنت ماتت بطريقة مأساوية. أهلها أخدوا الدمية وحطوها في ركن في البيت اللي كانوا بيتعبدوا فيه لتخليد روح بنتهم وتعلقها بيها. وبعد فترة بدأوا يلاحظوا نمو شعرها وده خلاهم يحسوا إن روح بنتهم متعلقة بالدمية وعايشة جواها. أخدوها وراحوا بيها على معبد مانينجي وهي موجودة هناك لحد النهاردة ومازال شعرها بينمو. وده حير علماء كتير في الدمية دي، كانوا معتقدين إن روح أوكيكو موجودة داخل الدمية ومحدش قدر يفسر أو يعرف السر المخفي والمرعب ورا الدمية المسكونة أوكيكو لحد النهاردة. لو وصلتوا معانا لآخر الفيديو يبقى أنتم من الأبطال
علشان كده حبيت أقول لكم استنوني في القصة الجاية، لأنها هتكون أحلى وأجمل من قصة النهاردة. يلا اعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة علشان يوصل لكم إشعار بالقصة الرعب الجديدة أول ما تنزل. بحبكم جدا، أشوفكم على خير وأقول لكم سلام. جاهز يا مروان؟ خلاص فاضل 3 ثواني ونكون على الهوا. 3 2 1. مروان بيشتغل مذيع مشهور في برنامج بيقدم كل يوم حلقة في محطة إذاعية معروفة. بيتصل بأرقام عشوائية وبيطرح على الناس بعض الأسئلة عليهم والترفيه بالكلام المضحك والمسلي كنوع من الخدعة أثناء البث المباشر على الهوا. من فترة مدير الإذاعة قرر يغير المكان، ولأن المكان ده كان بعيد عن بيت مروان، ده كان بيخليه يسهر معظم الأوقات بالليل بعد ما يخلص شغله في البرنامج، يراجع بعض التحضيرات المهمة في شغله ويركز عليها، علشان ده كان بيسهل عليه كتير في تقديم محتواه لليوم اللي بعده. لكن في ليلة من الليالي بدأ مروان يسجل حلقة البرنامج اليومية، لكن وهو شغال وأثناء ما كان متواصل مع متابعينه على التليفون ومع مشي آخر موظف في المكان، مروان كان مستمتع وعمال يضحك ومندمج جدا مع المتابعين. كان معتاد هو اللي يبدأ بالتواصل مع المتابعين ويتصل بأرقام عشوائية كنوع من المقالب وخداع الجمهور، لحد ما وصل لآخر مكالمة فضل يتصل برقم، لكن الاتصال دام لفترة طويلة من غير أي رد من الطرف الآخر. مروان كان قرب ينهي الاتصال لما ملقاش أي رد، لكن في آخر لحظة الخط اتفتح، ولكن حصلت حاجة غريبة بعدها. قبل ما مروان يتكلم بدأ يسمع صوت غريب كان خارج من السماعة، وكأن في شخص عمال بيتنفس بخوف. في اللحظة دي بدأ يحس بالقلق، لكن بدون أي تفكير بدأ يسأل الشخص اللي معاه على الخط: أهلا وسهلا بحضرتك، ممكن أتعرف بيك؟ هو حضرتك بخير؟ لكن بعد ثواني بسيطة من الصمت والهدوء فجأة سمع حد على الخط بينطق باسمه: مروان. الحقيقة إنه ما كانش في أي حد من الجمهور يعرف اسم مروان خالص، لأنه كان بيتواصل مع الناس باسم وهمي كنوع من الخدعة لجمهوره، واللي اسمه على اسم البرنامج، واللي كان زائر الليل. ده الاسم اللي كان معروف بيه، يعني محدش كان يقدر يعرف اسمه الحقيقي خالص. يبقى ازاي الشخص ده قدر يعرف اسمه ودي أول مرة يتصل عليه؟ مروان كان في حالة من الصدمة، وقبل ما يفكر يرد بكلمة واحدة فجأة سمع صوت لصرخة عالية لواحدة ست كانت على الخط اللي كان بيكلمه، وبعدها شاف خيال وظل عدى مرة واحدة من قدامه، وفي اللحظة دي الخط اتقطع. لكن الأغرب إن بمجرد ما انقطعت المكالمة انقطع معاها الإرسال كله وحتى إشارة محطة الراديو. ولما بص في موبايله أخد باله إن ما كانش فيه أي إشارة أو اتصال للشبكة، وبعدها بدأت أنوار غرفة الإذاعة كلها تضعف وتنطفي وتنور كذا مرة. خرج من غرفة الإذاعة اللي كان فيها وراح ناحية المكتب، لكن لاحظ إن حتى أنوار المكتب كانت عمالة تطفي وتنور برضه. حاول يوصل لمكان الأمن لكن ما كانش فيه حد كان موجود، وفجأة حصلت حاجة غريبة. مروان أخد باله إن كرسي من الكراسي اللي كانت موجودة اتحرك لوحده. في البداية الكرسي كان بيتحرك ببطء، لكن في لحظة راح في اتجاه مروان بسرعة، وكأن في شخص غير مرئي هو اللي موجهه ناحيته. وده رعب مروان جدا، حس ان في شيء غير مرئي موجود معاه في نفس الدور. في اللحظة دي مروان لف وراه وراح ناحية الباب الرئيسي علشان يفتحه، لكن الكارثة ان الباب كان مقفول وما كانش عارف يفتحه. فضل ينادي بصوت عالي:
يمكن حد من بتوع الأمن يسمعه ويجيله، لكن ما كانش في أي حد سمعه نهائي. ومع محاولاته الكتيرة على أمل حد يسمعه، أخد باله من وجود لظل في انعكاس الإزاز بتاع الباب. كانت عمالة بتبصله وبتضحك ضحكة كانت مخيفة. مروان قلبه كان هيوقف. الظل ده كان واقف وراه بالظبط، شكلها مرعب جدا، وشها شاحب، وكانت لابسة فستان قديم وابيض، وشعرها مغطي جزء كبير من وشها، ودراعاتها طويلة بشكل مش طبيعي، وصوابع ايديها كانت معوجة. جسم مروان بدأ يعرق ويحس برعشة من كتر الخوف، ولف بسرعة علشان يتأكد من اللي شايفه. لكن في اللحظة دي الست دي صرخت صرخة عالية لدرجة ان كل الإزاز اللي كان وراه اتكسر. بعدها على طول النور اتقطع في المكان كله، والظلام كان مالي المبنى. ما كانش فيه غير ضوء القمر البسيط اللي كان خارج من الإزاز المكسور. ومفيش لحظات وبدأ مروان يشعر بنبضات قلبه السريعة، وده لما شاف نفس ظل الست دي وهي واقفة قدامه مباشرة. ما كانش قادر يستوعب اللي بيحصل وقتها. استسلم لفكرة انه خلاص كده ما بقاش في اي محاولة منه انه يهرب. وقتها غمض عينيه، ولانه ما كانش قادر يتحرك حركة واحدة من الخوف، نزل على رجليه وقعد على الارض باستسلام تام، وفضل يردد في ايات من القرآن ويطلب من ربنا انه ينقذه من الكابوس المرعب اللي عايش فيه. ومع فترة مش كبيرة من مرور الوقت، فجأة اتفتح الباب الرئيسي ودخل واحد من الأمن، وهو متجه ناحية مروان. كان ماسك في ايده بطارية موجهة ناحيته. مروان كان واقع على الأرض وجسمه كله بيتشنج من الخوف بشكل غريب، وحاطط راسه على ايده. الأمن فضل ينادي عليه ويحاول انه يكلمه. أستاذ مروان، أستاذ مروان، أنت كويس؟ حضرتك بخير؟ أستاذ مروان، ليه مش بترد عليا؟ فضل ينادي عليه أكتر من مرة، لكن مروان ما كانش بيرد نهائي. قرب راجل الأمن منه وفضل يهز فيه بالراحة أكتر من مرة، لكن فجأة مروان رفع راسه وباصص لحارس الأمن، لكن بنظرات كلها رعب وكأن في روح شريرة ملكته، وهمس بصوت مرعب وهو بيقول: انت لسه هنا؟ انا مش قلت لك امشي من هنا وما ترجعش هنا تاني ابدا؟ المكان ده ملكي انا بس، امشي من هنا قبل ما اقتلك. وخرجت منه صرخة قوية. من المشهد حارس الأمن كان واقف مصدوم في مكانه من كتر الخوف والكلام اللي سمعه، وقبل ما ينطق بكلمة واحدة مروان جسمه كله ساب وفقد الوعي بعدها. ولما بدأ مروان يفوق كان حارس الأمن جنبه وفي إيده كوباية من المية. الأنوار رجعت للمبنى مرة تانية، والحارس إدى لمروان المية علشان يهدى. والحارس بدأ يتكلم مع مروان ويقوله إنه كان عارف إن كل ده هيحصل. من فترة طويلة كان بيحصل حاجات كتيرة غريبة في المبنى هنا، واللي منها حاجات حصلت معايا أنا شخصيا. كان في حاجات كتير بتضيع من المكان، وفي أيام تانية كنت بسمع لصوت همس لواحدة ست كانت بتبقى موجودة دايما في المكتب، وكأني حاسس بوجود لشخص غير مرئي. كان بالقرب جدا مني لدرجة اني كنت سامع صوت انفاسه، لحد ما في يوم شفت ظل لواحدة ست كانت لابسة فستان ابيض قديم. قالت لي ان المبنى ده تم بناؤه بعد هدم بيتها، ودلوقتي المبنى كله يبقى بيتها ومش هتسمح لحد يعيش فيه، واللي هيفكر يدخله هتقتله. وطلبت مني ان امشي من هنا واخد معايا كل الناس اللي موجودة في المكان، وإلا هتقتلنا كلنا. جريت على المدير وبلغته باللي حصل معايا، لكن استهزأ بكلامي وافتكر اني بخرف وما صدقنيش، وفضل يزعقلي وطلب مني اني ما اتكلمش مع حد خالص عن اللي شفته،
وإلا هيطردني من المكان هنا فورا. ومن وقتها ما اتكلمتش مع حد نهائي في اللي حصل معايا ده. لكن بعد لما شفت اللي حصل معاك بعيني ما قدرتش ما اقولكش، كان لازم تعرف كل حاجة انت كمان. بعد اللي سمعه مروان من حارس الأمن تأكد ان وجوده في المكان ده لحظة واحدة بعد كده خطر عليه وممكن يتسبب في موته. قرر مروان انه يقدم استقالته ويسيب الشغل ومش هيرجع هنا تاني. التجربة المرعبة اللي عاشها هتفضل دايما في باله وعقله. صوت الست المرعب وهي بتصرخ كان بيرن في دماغه طول الوقت، لحد ما في يوم اتصل بيه أحد زملائه في الإذاعة وقال له إنه مش هو بس اللي شاف ظل الست دي، لأ ده في زملاء تانية شافوها وحصلت معاهم نفس الأشياء المرعبة اللي حصلت ليه. وبرغم كل ده المدير كان رافض حتى إنه يسمع أي كلام في الموضوع ده ومش مصدقه، لحد ما في يوم شبح الست دي ظهر ليه وشافها قدام عيونه وهي بتتوعد له بالموت وبتطلب منه يمشي من هنا فورا قبل ما تكون نهايته على ايديها. وبالفعل وافق المدير على نقل مكتب الإذاعة لمكان تاني، لكن للأسف كل ده بعد فوات الأوان، لأن مروان من اليوم ده أصبح عنده خوف ورعب شديد من اللي حصل له. وعلى الرغم من إنه رجع لشغله لكنه قرر إن عمره ما هيشتغل في فترة ليلية مرة تانية، لأنه مش هيقدر إنه ينسى منظر الست اللي ظهرت له بالليل واللي اعتبرت إن المكان ده بيتها، واللي يفكر يدخله هتحول حياته لجحيم. لو وصلتوا معانا لآخر الفيديو يبقى انتم من الأبطال، علشان كده حبيت أقول لكم استنوني في القصة الجاية لأنها هتكون أحلى وأحلى من القصة بتاعت النهاردة. يلا اعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة، حابة أشوف تفاعلكم علشان يوصل لكم كمان إشعار بالقصة الجديدة أول ما تنزل. بحبكم جدا وأشوفكم على خير. أقول لكم سلام. طول عمري وأنا بحب أفلام الرعب جدا، وبالأكتر أفلام المهرجين زي فيلم درايفر، لكن ما كنتش ممكن أتخيل إن بسبب حبي للأفلام دي ممكن يكون سبب في نهايتي. بس قبل ما نبدأ بفكركم تعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة لو كنتم من معجبين الرعب. ودلوقتي يلا نبدأ. اسمي أوستن وعمري 27 سنة. كنت بشتغل مبرمج، لكن بجانب شغلي ده كان عندي شغل تاني وهو ارتداء ملابس الرعب أثناء عرض الأفلام في السينما. وعلى الرغم من خوف وكره الناس لشغلي ده إلا إني بحبه جدا. كنت بجسد شخصيات ديزني أو وحش في فيلم رعب أو مهرج. من كتر حبي في الشخصيات اللي كنت بلبسها كنت بدرسها كويس علشان أكون شبه الشخصية تماما، لحد ما في يوم انطلب مني إني أجهز في صورة المهرج لفيلم درايفر. الفيلم كان لسه نازل جديد، ومن ضمن دعاية الفيلم هو وجود شخصية زي شخصية المهرج تكون موجودة على باب السينما لاستقبال الناس اللي جاية علشان تشوف الفيلم. شخصية المهرج كانت معروفة إنها شخصية مرعبة، ومن الصعب تقليد النوع ده من الشخصيات. وصلت السينما في معادي قبل وجود الناس، لكن مفيش لحظات والمكان اتملى بالناس الكتير، والمعجبين بالفيلم والشخصية كانوا بيجوا يتصوروا معايا وياخدوا بعض اللقطات الجميلة للذكرى. كنت بعمل ده وانا مبسوط جدا، لكن حصلت حاجة غريبة. من ضمن الناس اللي كانت موجودة في السينما كان في شخص غريب واقف بعيد وعمال يبص عليا ومتابعني وكأنه بيراقبني. فضل واقف فترة طويلة ونظراته كانت مزعجة ومخيفة. مديتش ليه اهتمام وقلت لنفسي انه ممكن يكون معجب بصورة الشخصية اللي انا لابسها. كنت مركز مع الناس اللي بتتصور معايا، لكن كنت حاسس بشيء غريب ومقلق من ناحية الراجل ده ونظراته لحد ليا ما كانتش مفهومة. كملت شغلي للآخر، لكن على آخر اليوم لما بدأت الناس تقل في السينما
فوجئت إن الراجل لسه واقف مكانه وما بيتحركش، عمال يبصلي بنفس النظرة المخيفة واللي مش مفهومة بالنسبة لي. كل ما كنت بلتفت ناحيته أبص عليه ألاقيه واقف بيبصلي وما بيتحركش وعمال مراقبني طول الوقت. وفي نهاية اليوم غيرت هدومي واستعديت إن أروح على بيتي. ولما خرجت وكنت متجه في طريقي للبيت لاحظت حاجة غريبة. أخدت بالي من وجود نفس الراجل ده وهو واقف بعيد وعلى بعد أمتار مني. كان واقف عند الباب الخلفي اللي بيخرج منه العاملين في المكان، وكان واضح عليه إنه واقف بقاله فترة وكأنه منتظر حد. بدأت أقلق منه لكن مرضتش أركز معاه وكملت ماشي في طريقي وكأني ماشي ومش شايفه ومتجاهله تماما، لحد ما لاحظت إنه أول ما خرجت من المكان بدأ هو كمان يمشي ورايا. بدأت أسرع شوية في خطواتي، لكن كل ما كنت بسرع في مشي كنت بشوفه هو كمان وهو بيحاول إنه يسرع في خطواته علشان يكون على قرب مني. كان ماشي ورايا مباشرة، وكل ما أدخل في شارع ألاحظ إنه ماشي ورايا وكأنه قصدني أنا بالذات، وده رعبني جدا وخلاني مش مطمن ليه نهائي. وعشان أهدى قررت إن أواجهه وأسأله هو ليه ماشي ورايا وملاحقني مكان ما أكون. لكن أول ما وقفت فجأة قدامه وقف هو كمان من غير ما يقول ولا كلمة، ساكت وما بيتحركش، لدرجة إن سكاته كان راعبني. عمال بيبصلي بنظرات كلها غضب وحدة. نظراته ليا كانت بتقول إنه شخص مش طبيعي أو مجنون. سألته ليه ماشي ورايا لكنه ما ردش بأي كلمة عليا، وفجأة تعابير وشه اتغيرت تماما وكأن دي الفرصة اللي كان مستنيها. ولقيته فجأة قرب عليا ولسه هرجع بظهري لورا خطوة واحدة لقيته مسكني من دراعي جامد. حاولت أفك إيدي منه وأهرب لكن ما كنتش عارف، وفي اللحظة دي طلع سكينة كان مخبيها. هددني وقال لي إني مفتحش بقي بأي كلمة وامشي معاه من سكات. وقتها قلبي كان هيقف من الرعب، واتأكدت إن الراجل ده تصرفاته كلها بتقول إنه شخص مجنون ولازم أجاريه لحد ما ألاقي طريقة أهرب منه. فضلت ماشي لحد ما وصلنا للعربية اللي كان راكنها بالقرب من المكان، وقبل ما أحاول إن أهرب منه كان بيخرج السكينة ويهددني وقال لي إني لو فكرت أتحرك حركة واحدة بس هيقتلني، وأجبرني على دخول العربية. وأول ما دخلت ربط إيدي الاتنين كويس علشان ما حاولش أهرب منه، وقفل أبواب العربية وشغلها من غير ما يتكلم ولا كلمة. ما كنتش عارف إن أصرخ، كنت خايف ودماغي مشتتة ومش عارف أعمل إيه أو حتى ألاقي طريقة أهرب بيها منه. وطول الطريق كنت عارف إن الشخص المرعب ده مش هيسيبني أهرب منه بسهولة، وممكن كمان دي تكون نهايتي. وصلنا المكان شكله مرعب ومعزول تقريبا عن أي عمار. البيت كله من بره شكله باين إنه قديم. سحبني ودخلني البيت وقفل الباب بكذا قفل، واضح إنه كان مركبهم من قريب وكأنه خايف من حاجة أو مش عايز حد يعرف إنه في البيت ده في شخص ممكن يكون مختل أو مجنون. كنت حاسس إني متحاصر ومش عارف أعمل إيه. أخدني ودخلني الأوضة غريبة وريحتها كانت قذرة. حيطان الأوضة كان متعلق عليها صور لأنواع كتيرة من المهرجين. فك إيدي وقعد قصادي وبدأ يقول أنا عاوزك تتكلم زي المهرجين بالظبط، وطلع مسدس ووجهه ناحيتي. بلعت ريقي وأنا بترعش من الخوف، وأخدت ماسك المهرج اللي كان جنبي على الأرض وبدأت أمثل دور المهرج وحاول إن أخوفه زي ما بيحصل في الأفلام. فضل يبصلي بتركيز وكأنه مش مقتنع باللي بعمله وقال لا لا، اللي انت بتعمله ده غلط. المهرج مش بيعمل كده، لازم تكون شرير ونظراتك كلها مرعبة. انت بتمثل غلط
ومش دارس فن الشخصية كويس. وحاولت أغير من طريقتي أكتر من مرة علشان أرضيه، لكن ده كان بيزيد غضبه أكتر وأكتر. ما كنتش عارف لأي مدى ممكن يوصل جنونه. هل ممكن يقتلني؟ كنت مرعوب منه جدا، وفي كل لحظة كان بيرفع فيها المسدس ويوجهه ناحيتي كان قلبي هيقف من الخوف. حاولت كذا مرة أغير طريقتي وحركاتي وأقلد شخصية المهرج مرة واتنين وتلاتة، لكن ده على العكس كان بيزيد غضبه أكتر وأكتر، لحد ما فجأة وجه المسدس ناحيتي وضربني بالنار. وفي اللحظة دي الطلقة جت في رجلي اليمين. كنت بموت من الألم ووقعت على الأرض وفضلت أصرخ بصوت عالي، وده زود غضبه أكتر وأكتر وقال لي: قلتلك اخرس وما تنطقش بكلمة واحدة. كم مرة أقولك إن المهرج ما كانش بيتكلم ولا بيصرخ. وفي اللحظة دي قلت له: أنا بمثل الشخصية بس، لكن أنا مش مهرج. أنا مش أكتر من موظف بشتغل وباخد أجري على شغلي ده. لكن صوب المسدس مرة تانية ناحيتي بكل غضب وكره مش مفهوم بالنسبة لي. حاولت أفضل هادي ومسيرش غضبه، لكن الألم في رجلي كان عمال بيزيد والنزيف بيزيد معاه. ما كنتش قادر حتى إني أخد نفسي من شدة الخوف والرعب. وفي اللحظة دي داس لي تاني مرة على الزناد، لكن المسدس علق ومرضيش يشتغل. ما فكرتش كتير، استغلت فرصة إنه بيحاول يضغط على زناد المسدس وفضلت أجري على الرغم من إني مش قادر أضغط على رجلي وأمشي من الألم لحد ما طلعت بره البيت خالص. في اللحظة دي كنت سامع صوت خطواته وهو بيقرب ناحيتي. كنت عارف إنه مش هيسيبني أخرج من هنا إلا وأنا جثة، علشان كده فضلت أقاوم لآخر لحظة لحد ما وصلي ومسكني من كتفي ووقعني على الأرض، وفضل يضرب فيا بالحزام وأنا كنت عمال بصرخ من كتر الألم لحد ما الجيران جم على صوت صراخي. وكان كل ما حد بيحاول إنه يخلصني منه كان بيضربه بالحزام. الجيران بلغت البوليس، وبالفعل في خلال دقايق كانت الشرطة قدام البيت وقبضوا عليه وأخدوني بسرعة على المستشفى. رجلي كانت اتدمرت نهائي وعلامات الضرب كانت محفورة على كل حتة في جسمي. والراجل المختل ده اتحكم عليه بالسجن لفترة طويلة. من وقت ما خرجت من المستشفى وأنا ما بيروحش من بالي صورة الشخص المختل ده. مين عارف، يمكن في يوم لما يخرج من السجن يحاول ينتقم مني لأني كنت السبب في دخوله السجن، تكون نهايتي على إيده ويقتلني. اسمي ميتشي، وحصل لي موقف مرعب عمري ما هقدر انساه طول حياتي. بعد اسبوع كامل من التعب من شغلي رجعت على البيت وما كانش فيه في دماغي غير فكرة واحدة بس، هو اني اخد قسط كبير من الاسترخاء والراحة، وده بعد تعب طول اليوم. وانا قاعد بتفرج على الافلام والمسلسلات في التلفزيون، وعلى الساعة 9 الصبح قلت أقف قدام الشباك شوية أشم شوية هوا. لكن أول ما فتحت الشباك لاحظت شيء غريب. كان واقف على الناحية التانية من الطريق اللي قدام بيتي راجل لابس قناع مهرج وما بيتحركش نهائي زي الصنم. ومش بس كده، لاحظت إنه لابس نسخة طبق الأصل لنفس زي المهرج المرعب اللي في الأفلام الرعب. اللبس كان عليه بقع حمرا زي لون الدم، والأغرب إن ما كانش في عيد هالوين وقتها ولا أي حدث أو مناسبة علشان يكون في شخص زي ده في الشارع اللي أنا ساكن فيه. والغريب إنه كان متابعني وباصص عليا مباشرة. كان واقف زي الصنم ما بيتحركش.
لدرجة إني كنت حاسس إنه تمثال من كتر ما كان ثابت في مكانه وما بيتحركش خالص. اعتقدت إنه مجرد راجل مختل. قفلت الشباك وشديت الستارة ومديتش للموضوع أهمية، بس مش عارف ليه كان واصل لي إحساس غريب بعدم الارتياح للشخص المريب ده. وجود شخص مختل زي ده قدام بيتي في وقت زي كده كان مخيف جدا بالنسبة لي. حاولت أشيل الأمر من دماغي وقلت أنا هستنى شوية، ولو لقيته لسه موجود في نفس المكان هبلغ البوليس. ودخلت هديت نفسي شوية وعملت لنفسي عصير علشان أهدى، لكن بعد شوية ما قدرتش أتغلب على فضولي إني ألقي نظرة أخيرة على الراجل المختل ده، لو كان لسه موجود في المكان ولا ممكن يكون مشي. فتحت الشباك وأنا حاسس بالقلق والرعب من الشخص ده جدا، وحاولت أقنع نفسي إن الراجل مصيره هيزهق ويمشي. وفي اللحظة دي أخدت بالي إن الراجل غير مكانه، وبعد ما كان واقف على الناحية التانية من الطريق بقى واقف قدامي وقصاد البيت مباشرة، وعيونه كانت متثبتة عليا كما لو كان عارف إني هرجع وأبص عليه. وفي اللحظة دي قفلت الستارة. شكله مختل أو مجنون، لأنه كان باين عليه إنه مهووس بشخصيات المهرجين المرعبة. قصدت إن اليوم ده مهتمش نهائي بيه ولا أخرج لحد ما يزهق في النهاية ويقرر يمشي. وفضلت كده طول اليوم لحد ما طلع الصبح، وصحيت على أمل إنه يكون الشخص المخيف ده مشي. ورحت وفتحت الستارة وأخدت نفسي لما لاحظت بإن الشخص اللي لابس وش المهرج ده مشي وملوش أي أثر في المكان كله. كملت يومي بشكل طبيعي، ولكن لما خرجت من البيت في اتجاه للسوق شفت اللي وقف الدم في عروقي. ما كانش راجل مختل واحد بس، دول كانوا 3. أيوة 3 أشخاص ولابسين نفس زي المهرجين، وواقفين وثابتين بنفس الطريقة اللي كان واقف بيها المهرج قدام بيتي، وهم عمالين بيبصولي بنفس النظرة المخيفة والمرعبة. واللي توقف القلب من الخوف بجد كان واضح عليهم إنهم أشخاص مختلة ومش طبيعيين. تجاهلتهم ومشيت بخطوات سريعة وأنا بحاول أبعد عنهم، لكن كل ما كنت بمشي كام خطوة كان بيظهر ليا شخص تاني لابس لبس مهرج. كان عددهم عمال بيزيد. خلصت حاجتي وكنت في طريقي للرجوع على البيت، ولما وصلت حبيت أبص بصة أخيرة على الشارع اللي كانوا واقفين فيه، والمفاجأة إنهم بقوا 5. أيوة بقوا 5 مهرجين شبه بعض وواقفين بنفس الطريقة. رحت وقفلت أبواب البيت كلها كويس والشبابيك والستاير، وأنا كنت في شدة الغضب من اللي شايفه، وفضلت مراقبهم طول الليل من ورا الباب، لكنهم كانوا لسه واقفين وكأنهم بيحاولوا يستفزوني، لحد ما قررت إن أتصل بالبوليس وبلغتهم باللي حصل. وأنا عارف كويس إن البوليس مش هيقدر يعمل لهم أي شيء أكتر من تخويفهم، لأنهم ما عملوش أي جريمة أو شيء شبه كده علشان يتم القبض عليهم. لكن أول ما دخل البوليس الشارع وسمعوا صوت السرينة بدأوا يستخبوا ويختفوا في المكان قبل ما أي حد من البوليس يشوفهم. وقتها حسيت بالغباء، لأن كان المفروض إن أصورهم علشان أثبت وجودهم، وللأسف معرفتش أعمل حاجة. لكن بعد ما مشيوا فتحت باب البيت علشان أتأكد من إن مفيش أي حد فيهم في المكان، لكن اتفاجئت لما شفت رسالة كانت متعلقة على الباب بسكينة، وكان مكتوب فيها راجعين لك تاني. كنت هتجنن ومرعوب ومش عارف الناس دي بتلاحقني ليه وعايزين مني ايه. قفلت الشباك والستاير والأبواب كلها. في اليوم ده أنا ما نمتش نهائي. وتاني يوم أول ما صحيت قررت إن راجع الكاميرات اللي كنت مثبتها قدام البيت ومركبها من وقت ما سكنت في البيت ده. لكن لما جت الساعة 3 الصبح
شفتهم على الشاشة وهم بيتجمعوا مرة تانية، لكن المرة دي كانوا 7 أشخاص. عددهم كان عمال بيزيد بشكل مخيف ومش قادر أفهمه. وقفوا على شكل دايرة وهم ثابتين ومحدش فيهم كان بيتكلم نهائي. وقفوا زي التماثيل. ومع مرور الأيام بدأت ألاحظ وجودهم بالنهار كمان، من بعد ما كانوا بيظهروا بالليل بس. واقفين في الجنينة وقدام الشباك ومراقبيني طول الوقت. كنت مرعوب وأتجنن، الناس دي عاوزة مني إيه؟ لحد ما في يوم بدأت أتخانق معاهم أكتر من مرة وأصرخ فيهم وأطلب منهم يمشوا من هنا، لكن محدش فيهم كان بيرد وواقفين زي التمثال. لحد ما في يوم سمعت صوت لخبط عالي على باب المطبخ. رحت وأخدت سكينة من المطبخ واتجهت ناحية الباب، ولما فتحته شفت واحد منهم واقف قصادي وما بيتحركش، ونظرات الابتسامة المرسومة على وشه كانت مخيفة ومستفزة بالنسبة لي. زقيته وقفلت الباب، لكن بعد لحظات ظهر 2 كمان من المهرجين وبدأوا يتجهوا ناحيتي. حاولت ان اهرب منهم، لكن فجأة واحد فيهم هجم عليا وقدرت ازقه وابعده عني، لكن ال2 التانيين هجموا عليا وقدروا يمسكوني ويوقعوني على الارض لدرجة ان راسي اتخبطت في الارض. وفي اللحظة دي مسكوني وكتفوني، وواحد منهم فتح الباب لباقي المجرمين دول ودخلوا وبدأوا كلهم يكتفوني. وحاولت كتير ان ادافع عن نفسي، لكن ما كنتش عارف، لحد ما واحد منهم قرب ناحيتي. وقتها الراجل فتح بقه وهو بيضحك ضحكة سخرية، لكن الكارثة لما أخدت بالي إنه من غير لسان. أيوة، لسانه كان مقطوع. ولما ركزت لاحظت إن كلهم لسانتهم كانت مقطوعة ووشوشهم عاملة زي ما يكون من غير روح، وعيونهم بتبحلق فيا بكل تحدي وكره. وده السبب اللي كان مخليهم ساكتين طول الوقت زي المهرج. وفي اللحظة دي اتأكدت إن الناس دي مش ممكن تكون أشخاص عادية، دول مجانين ومهووسين بقصص المهرجين المرعبة، لدرجة إنهم حكموا على نفسهم بإنهم يعيشوا صامتين وما بيتكلموش طول حياتهم زي المهرجين اللي بنشوفهم في أفلام الرعب بالظبط. بدأ واحد فيهم يقرب مني ومسكني من رقبتي، كان عمال بيحاول إنه يفتح بقي علشان يقطعه بالسكينة اللي معاه. معرفش ازاي قدرت اخبطه برجلي اكتر من مرة لحد ما قدرت اخد السكينة منه وجرحت واحد منهم بالسكينة في رجله. الاشخاص دي، الناس دي اول ما شافت واحد منهم وهو بينزف وقفوا مذهولين، وده خلاني استغل الفرصة واضرب ال2 التانيين واوقعهم على الارض. وفي اللحظة دي قدرت ان اجري بعزم ما فيا ونطيت من شباك الأوضة اللي على الجنينة ووقعت على الأرض، ولكن قمت تاني وكملت جري وأنا بحاول وعارف إنهم ممكن يوصلولي ويموتوني في أي لحظة، لكن استمريت في الجري لحد ما بعدت عنهم. وفي اللحظة دي وقفت وأنا ببص على البيت للنظرة الأخيرة. شفتهم، أيوة شفتهم، وهم جوه البيت وواقفين وعيونهم شحبة وكانوا بيبصولي بنظرة مميتة. إن إزاي قدرت أهرب منهم بالسهولة دي. ومن اليوم ده كانت دي آخر مرة أكون فيها في المكان المرعب ده. وركبت عربيتي وأنا مقرر إني مستحيل أرجع للمكان ده تاني، وبحمد ربنا إنه أنقذني في آخر لحظة من إيدين السفاحين المختلين دول قبل ما يكون نهايتي على إيديهم. أعزائي متابعين قناة رعب مع موها، ياريت تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس لو كنتم أول مرة تزورونا في القناة. وحابة أفكركم بالاشتراك في القناة الجديدة، هتلاقوا الرابط في أول تعليق مثبت. هننزل عليها قصص رعب جميلة جدا وكلكم بتحبوها. أشوفكم على خير في قصة جديدة وأقول لكم سلام.